كوكيز ذهبي طري ولذيذ من الآخر. أحتاج أصبعين من الزبدة أغليهم على النار لما يتغير لونها ويصير لونها ذهبي. أحطها في الثلاجة، أبغاها ترجع تصير كريمية مرة ثانية وأبدأ أشتغل فيها. أحطها في الزبدية، أحط السكر الأسمر والسكر الأبيض، أخلط لما يصير لون الخليط فاتح. أحط بيضتين كاملين وصفار بيضة. أحط الفانيليا، الدقيق، كربونات والملح وأعجن، وحتصير عندي عجينة ثقيلة شوية. أضيف عين الجمل وشوكولاتة، أعجن وأبدأ أخذ ملعقة الآيس كريم أكورها بهذه الطريقة. أحطها في الثلاجة مدة ساعة لما تتماسك وتصير جامدة. بعدين أحطها في الصينية. أنا عملت نص الكمية ونص الكمية خليتها في الثلاجة. حتروح الفرن مدة 10 دقايق على فرن حرارته 160 درجة. راح أقدمها بعد ما تبرد تقريبا ب10 دقايق. جدا رائعة، طرية وتذوب بالفم. وبالعافية.